تستعد للايلتس وعايز تتكلم زي باند 7 او 8، الكلمه دي لازم تعرفها. allocate يعني يخصص او يوزع موارد او وقت او مجهود لحاجه معينه. الكلمه دي اكاديميه جدا وبتستخدم في التوصيات، في الحلول واداره الموارد. collocations مهمه معاها. نمبر 1 allocate resources يعني يوزع الموارد بشكل ذكي. governments must allocate resources to improve public health يعني الحكومات لازم تدي الموارد المتاحه علشان تحسن الصحه العامه. allocate time يعني تخصيص وقت لإنجاز مهمة معينة. You should allocate enough time to prepare for the IELTS exam. لازم تخصص وقت علشان تحضر للآيلتس. allocate funds يعني تخصيص فلوس أو ميزانية لهدف معين. The organization allocated funds to support education projects. المنظمة خصصت مبالغ مالية لدعم مشاريع التعليمية. تبين ان لغتك رسميه ومرتبه استخدم allocate بدل give او spend. الكلمه دي ترفع مستواك فورا في writing task 2 او speaking part 3. Use smart words and get smart scores. Lingo first. Your words, your words.